هنتكلم عن ماتش مصر وزيمبابوي. الأول بس كده هجوم على كابتن حسام من غير داعي. هو مدرب مطلوب منه ايه؟ يوصل فرقتك للجون، فرقتك اللي بتسجل. مصر وصلت للجون كتير لكن اللعيبة كانت بتضيع. كابتن حسام أخطأ؟ لأ. يمكن في مشكلة واحدة بس أنا شايفها لكابتن حسام، ومش تغيير إمام عاشور خالص، هي ضربات الركنية. ما لعبناش ولا ضربة ركنية بطريقة مباشرة، دي عليها علامة استفهام. بس غير كده أنا مش شايف الكابتن حسام غلط في حاجة. بدأنا الماتش احنا ضاغطين، ضيعنا الغاضية 15 بتاع 3 فرص. دقيقة 20 حصل غلطة وجه الجون، لم تخن الذاكرة، ثانية واحدة. دقيقة 20 دخل فينا الجون. دقيقة 30 تم استبدال إمام عاشور. إمام اتصرف بشكل كويس، وحسام حسن استقبله وهو خارج، هو وإبراهيم والجهاز الفني بشكل كويس، فما حصلش مشكلة، ودي نحمد عليها ربنا. مش عايزين مشكلة ميدو وكابتن حسن شحاتة تتكرر تاني ف دي كانت حاجة كويسة. المنتخب لعب بشكل كويس، المنتخب ضيع فرص كتير، منها اللعيبة اللي متوترة، ودي كان منها محمد صلاح، وبالنسبة لنا كانت علامة استفهام. محمد صلاح الشوط الأول تحسه كان بيلعب فيه حاجة غلط، متوتر من ايه مش عارف. ولعيبة تانية بتتعالى على الكورة أو عاوزة تجيب جوان شو، وده كان منهم تريزيجيه وإمام عاشور. بس مش مشكلة، ده ماتش افتتاح واتحققت 3 نقط. نشكر جمهور المغرب اللي كان بيشجعنا، ودي كانت أهم حاجة. أنا بس فارق معايا كام حاجة كده في الإحصائيات، معلش نشوفها كده مع بعض. سيبك من الاستحواذ، كانت 77 و23. انت عامل 35 هجمة، منهم 11 كورة جوه المربع الذهبي وجوه الجون، يعني جوه 8 ياردة ما بين الثلاث خشبات. 11 كورة ما تجيبش غير جونين، دي هنا في علامة استفهام. ودي المشكلة بقى، ان هنا كابتن حسام حسن مهاجم من مهاجمين مصر العظام. انا واحد من الناس اللي بحب كابتن حسام حسن، وهو اسطورة من اساطير الكورة المصرية. في حاجة لازم تشتغل عليها وهو الانهاء، سواء صلاح، مرموش، تريزيجيت ومصطفى. مصطفى يمكن هي كورة ولا كورتين اللي قلشت منه، لكن مرموش وتريزيجيت وصلاح لازم كده تمارين، بعد كل تمرينة لازم تمرينة كده خاصة على الأهداف، عشان دي كور كتير جدا ضاعت. 603 باصة ده مش حاجة حلوة يا كابتن حسام. الماتشات لسه فيها باصات أسرع. تاني حاجة باصات، يعني أنا عجبني الوان اللي حصل ما بين إمام وتريزيجيت أو إمام ومرموش. الجون اللي جه التاني بتاع مصطفى محمد لصلاح، دي باصات منها كورة. حمدي فتحي باصاته معظمها مش إيجابية، لازم تقعد تتكلم معاه. تاني حاجة كان مين المدافع؟ محمد عبد المجيد ولا كده؟ حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد 24 سنة، وهو مستقبل الدفاع في مصر. عاوز اشوف مين المدافع التاني اللي الكل كان بيكلمني، حاجة اسماعيل. حتى مش شايفه على الاحتياطي، ممكن ميكونش خده ولا نزله في الشوط التاني. مدافع تاني مهم حاجة اسماعيل، معرفش ايه اسماعيل، برضه مدافع صغير بتاع 24 أو 23، دوره جاي. الناس كلها بتشايل حسام عبد المجيد الهدف. حسام عبد المجيد أعتقد ده الماتش السادس أو السابع ليه دولي. هدف استفزني أنا شخصيا، يعني أنا قاعد بتفرج على الماتش كنت قاعد بلعن، لكن لسه هاخد خبرات، وبدل الماتش عدى على خير خلاص. أنا من يومين كنت عامل فيديو قبل يوم الأحد، كنت قايل
لاتحاد الكورة وللناس اللي تبع اتحاد الكورة اللي هم المذيعين اللي لهم علاقة بيهم، خفوا على إبراهيم وحسام وادعم وحاسبوا بعد البطولة. انت ما حسبتش حلمي طولان، ما حسبتش أسامة نبيه، ما حسبتش ناس كتير. في ناس كتير طلعت زاطت، سواء رضا عبعال يقول لك صلاح هو اللي كسب حسام حسن وقعده. صلاح مضيع كتير، مرموش ضيع كتير، مش هما اللي قاعدين. حسام قاعد بفكره وبطريقته. معلش انا بعشق ابراهيم فايق وبتابعه، بس معلش تجيب لي واحد اسمه أسامة نبيه فشل مع المنتخب الأولمبي وجاي يحلل منتخب مصر والكابتن حسام، ده على أساس إيه؟ وأخطأ ومفروض ما كانش يحط كذا ويحط كذا. كنت حطيت انت خطة للمنتخب بتاعنا وصعدتنا أي ماتش. الراجل على بين سبورت المصري والله ما أعرف اسمه ولا عاوز أعرفه أصلا، اللي طالع يقول لك حسام حسن غرق مصر وضيع إمام عاشور. التاني يقول لك معرفش ده تونسي ولا ايه حكايته ولا مين التاني اللي معاه ده، ولا كان اضحي بالماتش لكن ما اضحيش بامام عاشور. لا ضحي انت ماتش تونس ده لو كنت تونسي، يعني هي اللهجه غالبا تونسيه. روح ضحي بماتش تونس، مالكش دعوه بينا. الهجوم اللي طالع لحسام حسن وانه مش عارف يدرب وانه شغال المنتخب في شوربه ميه وان التبديل اللي عمله تبديل غلط، مش عيب اللي هو شايف اللي هو عمل حاجه مش عاجباه فعدلها في دقيقه 30. ايه المشكله؟ عندنا خط وسط احسن من عندنا بس نرجع اقول انا قلت نحاسب في الاخر. انا حمدي فتحي مش عاجبني، اعتقد احنا عندنا مهند لاشين قاعد بره. الناس كانت تقول لك لا يطلع حمدي فتحي او مروان عطيه ويحط امام عاشور ورا. امام عاشور كان بيلعب في رقم 8 او 6 مع الزمالك من ساعه ما راح الاهلي، هو يا اما 10 ل 8 متقدم مش 8 مدافع، وانت خسران 1-0 بجون عكسي. جون عكسي، عكس المباراه. تفتح الملعب ولا تفضل مأمن؟ انا كمدير فني كنت هفضل مأمن. هجوم على حسام حسن كملوا. انا اعتقد حسام حسن مش هيهتم باللي اتقال، حقق 3 نقط. انا نزلت مراهن ان ماتش جنوب افريقيا اللي جاي هتكسبه. عندي ثقه في كابتن حسام. انا اتفرجت على الماتش بتاع جنوب افريقيا وانجولا، الفرقتين عندهم سرعات بس عندهم كوره لا. جنوب افريقيا يمكن شويه، انجولا لا. الجون التاني اللي دخل في انجولا كان خط من انجولا، لاعب خط وسط المدافع ادى باصه غريبه خل جنوب افريقيا تروح بالكوره تيك باصه هنا على اليمين شاط جول. فانا عندي لسه امل ان انت هتصعد اول المجموعه، وعندي امل ان كابتن حسام هيتدرج. وانا بقول لك حسام عاشور امام عاشور مش هيعمل مشكله، عشان هو عارف ان كابتن حسام حسن لو وصل لدور قبل النهائي هو مكمل لكاس العالم. وان قرصة كابتن حسام حسن لبعض اللعيبه وعدم انضمامهم زي مصطفى محمد وامام عاشور خلت ناس كتير تعمل حسابات. الناس دي كلها عاوزة تلعب كاس العالم اللي جاي. مبروك لمنتخبنا، ادعم بلدك بدل ما هي بتكسب. الاداء ما كانش سيء للدرجه اللي الناس طالعه بتتكلم عليها، يمكن بس للاسف الشناوي. كابتن الشناوي مهزوز وده مش عادتك يا كابتن. انا فاكرك في ماتش انتر ميامي انت اللي كنت شايل الدنيا اول ماتش. جمهور الاهلي كان اكتر بس انت جمهور مصر مع المغرب كنت اكتر من جمهور زيمبابوي. فاتمنى ان انت تركز الفتره الجايه، مش عاوزين اخطاء، وان شاء الله نصعد اول المجموعه. مبروك لمصر، سلام.